هيك كان أول إفطار لإلي بالمغرب برمضان، وإذا مفكرين إنه رح تشوفوا هلأ طبق رئيسي فأنتوا غلطانين مثل ما أنا كنت مفكرة. هنن بيفطروا على الفطور أمور خفيفة مثل حواضر ومقبلات مشان يقدروا يكونوا خفاف ويروحوا على التراويح، وبس يرجعوا بياكلوا طبخ وبياكلوا أمور تقيلة. طبعا حبيت هالفكرة كتير وحسيت معدتي كتير مرتاحة بعدها. هاي الحلو اسمه شباكية، كتير حبيته، فيه سمسم. أجواء رمضان بالمغرب كتير حلوة، وطبعا نحن بأوروبا محرومين منها. حبيت أنزل على السوق بعد الإفطار، بس طلع بيسكر أول 3 أيام من رمضان وبعدين بيرجع بيفتح طبيعي. مع ذلك حبيت أمشي على المدينة القديمة وأتمشى فيها شوي لأنه الأجواء هونيك حلوة رغم أنه كل شي مسكر. بس لقيت هاي الكافيه فاتحة اسمها جران كافيه سنترال، فيها كتير سياح وهي عبارة عن مطعم وكافيه. وصيت قهوة، والقهوة بالمغرب دائما طعمتها طيبة، ما بعرف شو السبب. وسان سيبستيان والكريب كمان كانوا كتير لذيذين. بعد رجعت على الشغل كان عنا تصوير، وهنيك أكلنا شاورما، وهيك خلص اليوم.